هو ليه استاذ عمرو اديب اول لما بيسمع سيره الكابتن محمد ابو تريكه بيركبوا 100 عفريت؟ وايه سر التصريح اللي طلعه دوت بعد الاعلان بتاع النادي الاهلي؟ تعال انا اقول لك يا سيدي. انا عايزك ترجع بالذاكره كده في 2009 بعد ماتش المنتخب الوطني ومنتخب ايطاليا في جنوب افريقيا في جوهانسبرج تحديدا. طبعا طلع علينا استاذ عمرو اديب وقال لك ان في لعيبه خرجت من المعسكر او بعد الماتش جابوا فتيات ليل وسهروا معاهم. طبعا الكابتن محمد ابو تريكه ما رضيوش الكلام ده، وكان ساعتها كان محمد ابو تريكه في قمه المجد بتاعه، هدد بالاعتزال وقال للكابتن سمير زاهر والكابتن حسن شحاته مدير الفني للمنتخب والكابتن محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، حق اللعيبه دي لو ما جاش انا اعتزل كره القدم نهائيا. طبعا الدنيا اتقلبت على عمرو اديب والبرنامج بتاعه وقف ساعتها، والجماهير كلها المصريه قلبت عليه. فعشان كده بقى فيه العداء اللي انتم شايفينه دلوقتي، اول لما يسمع سيره الكابتن محمد ابو تريكه يركبوا 100 عفريت. اما بقى بالنسبه اللي هو لايق علينا واحنا لايقين عليه، الحمد لله احنا بنتشرف ان الكابتن محمد ابو تريكه ينتمي للنادي الاهلي. بالنسبه بقى للكائن الثاني احنا عارفين انتمائه، عاش الملك، الاثنين عاش الملك مات الملك. وعايز ابشرك ان الكابتن محمد ابو تريكه هيعمل اعلان للمنتخب الوطني مع المتحده، مع الشركه المتحده، وهيلبس تيشيرت المنتخب الوطني. عايزك بقى تسيب البلد كلها وتمشي وتريحنا من خلقتك. يا ريت تبعتها له اللي بيحب الكابتن محمد ابو تريكه يشير الفيديو ده عشان كل